احيانا بناخد كادرات صعبه قوي، بنقف في حتت غريبه عشان اخد كادر معين. انا شايف ان انا لو خدت الكادر ده من المنطقه الفلانيه هيبقى لطيف قوي. كنا بنصور لسه ايفنت في مدينه العاب داخل مدرسه يعني. مم. فهو انا الاولاد كانوا بيطلعوا الزحليقه كده من اللي هي بتتنفخ دي. فالاولاد كانوا بيطلعوا على السلم بتاع الزحليقه وبعدين ينزلوا. فانا شايف الكادر هيبقى حلو لما اخده من فوق. فانا طلعت فوق على اللعبه واستقبلت العيال وهم طالعين، وبعدين خدت الكاميرا ونزلت في الزحليقه. هو الموضوع يبان شويه لعب، بس في المونتاج لما تيجي تشوف، لا انت واخد الكادر من اكتر من زاويه، بتعبر عن اللي انت عايز توصله، تعبر عن ان في حركه وفي لعب وفي مش عارف ايه. فده اتعلمته من كورس الاخراج واتطور معايا مع الوقت الحمد لله. لما صديقي ده اداني وبالمناسبه هو عاصم موسى ما شاء يعني. الله. بشكرك يا عم عاصم. وهو ليه ايادي بيضة عليا في حاجات كتير، ساعدني في نقط محوريه يعني. فهو لما اداني النقط اللي امشي عليها، انا كان معايا الاصل بس كنت عطلان على معلومته دي. لو ما كنتش اعرفها كنت ممكن اجيب عدسه مش انسب حاجه، كاميرا مش انسب حاجه، وكنتش الفيديو ممكن ما يطلعش كويس. فهو انت وانت بتتعلم بتبقى خلاص خدت التراك بتاعك ان انا هشتغل الشغلانه دي. فالشغلانه دي عايزه ايه؟ عايزه ان انا والله اكون دارس اساسيات. رحت درست اساسيات، خدت كورس على اليوتيوب مش عارف ايه. عايزه ان انا ابدا اجرب. طب اجرب ازاي؟ انا معايا الاساسيات. اشوف بقى والله هجيب الاضاءه كده شويه. هجيب حد صاحبي اروح اقول له والله ايه رايك نصور ريلز ليك المحتوى بتاعك، مم. هعمل لك ريلز واتدرب فيها. ابدا اخد الريلز دي واوريها للناس، والله يا جماعه ايه رايكم انا عملت الفيديو ده للناس الاقدم منك في المجال، ايه رايكم؟ ابدا اوريه للناس اللي انا عايز ابيع لهم، والله يا جماعه الفيديو ده بيتباع باكس انا هبيعه لك بنص اكس. انا عايز اعمل بورتفوليو.